وطبعا جملة يا أبا عبيدة جاهد بالسنن ليست عنكم ببعيد، أنا بنقل لكم المكتوب فقط وبحاول تبسيطه بكل أمانة، والحكم لكل ذي عقل بما يسمع ويرى، فهم كالمومسات البائع أجسادهن لأصحاب الهوى والرذيلة، ولا أرذل وأحقر من الكيان المحتل ليشتري بماله هؤلاء المومسات، ومن يتولهم منكم فإنه منهم وليسوا والله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينما كان جيش الاحتلال الصهيوني بيبيد أهلنا في فلسطين المحتلة، كان إعلام نفس الجيش ونفس العدو بيحتفل بأحد دعاة التيار المدخلي. من كام يوم كده، وتحديدا يوم 28/12/2023، نشرت جريدة وموقع ذا تايم اوف إسرائيل مقال مهم للكاتب والسياسي اليهودي زلغي خان. عنوان المقال المترجم للغة العربية: هل المدخلية صديقة لدولة إسرائيل؟ ونشر أسفل العنوان صورة للداعية الجزائري المدخلي شمس بن صافي، وأسفل الصورة كما تشاهدون مكتوب بخط صغير: أحد كبار العلماء الإسلاميين شمس بن صافي من أنصار المداخلة التي تدعم العلاقات الفورية مع إسرائيل إذا سمح الحكام العرب بذلك. وقبل ما أدخلك في التفاصيل، تعال أعرفك الأول مين هو التيار المدخلي أو مين هم المداخلة. التيار المدخلي ده هم جماعة دينية تابعة لشخص اسمه ربيع بن هادي المدخلي، تلميذ محمد أمان الجامي. وربيع بن هادي المدخلي ده له منهج خاص بيه وتفكير خاص بيه للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. منهجهم باختصار بيجعل الدين مطية للسياسة، يعني بيفسر الدين حسب الطلب وليس حسب حكم الدين الصحيح. الدين عندهم طاعة السلطان أو طاعة ولي الأمر، طاعة مطلقة، حتى وإن كان زاني أو سارق أو سكير، برضه طاعة عمياء، حتى وإن أكل أو سرق مالك بالباطل أو جلد ظهرك استعبادا، برضه طاعة عمياء، حتى وإن طبع مع الصهاينة وباع قضية المسلمين، برضه طاعة عمياء. نسيت أقول لكم، أصلهم بعيد عنك عمي لا يبصرون، بيتقربوا إلى الله بالبلاغ عن المخالف ولا يتورعون عن ذلك. المداخلة كالصديد الذي يسري في جسد الأمة. المداخلة عبدة الطواغيت وأحذية السلاطين. من صفاتهم السب والشتم والتخوين والتبديع والتفسيق، بل والتكفير لكل من يخالفهم في الرأي أو التوجه. ببساطة الفرقة المدخلية دي بتعتبر نفسها هي الإسلام، وكل من يخالفهم في الرأي هم أعداء الإسلام، ولو شهدوا أمامهم الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا راجل، ده لدرجة إنهم مش بيلقوا السلام على المخالف لهم في الرأي وكأنه خرج من دائرة الإسلام. أصحاب فكر عقيم لا يقيم دين ولا دنيا. باختصار الدين عندهم حسب ما يطلبه الحاكم، بل تقدر تقوله بالفم المليان، هم أحذية الحكام والسلاطين. المهم نرجع للمقال اللي كتبه الإعلامي اليهودي زلغي خان، وهو مقال مهم جدا. مش مهم في اللي مكتوب في المقال، لكن مهم انه بيثني على تيار إسلامي من المفترض وفي الوضع الطبيعي انه يكون عدو للكيان المحتل، لكن انه يثني عليه الكيان المحتل في مقال مهم وفي جريدة مهمة ووسعة الانتشار، فتلك والله هي المذمة بعينها، أن يمدحني عدو ديني ومقدساتي ووطني. الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان بيقول: من رضي عنه اليهود والنصارى فقد خرج من ملة الإسلام. وبالمناسبة هم مش بيترحموا على الشيخ الشعراوي، ما أنا نسيت أقول لك برضه عندهم أي شخص له أخطاء لا يجوز الترحم عليه أو الدعاء له، واللي بيترحم عليه كمان يبقى مبتدع زيه. المهم الشيخ
الشعراوي ما جابش الكلام ده من عنده، ان اللي اليهود والنصارى يرضوا عنه فقد خرج من ملة الإسلام، ولكن ده من تفسيره لقول الله جل وعز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال ايه بقى الكاتب الصهيوني؟ اسمع يا سيدي: مع تزايد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم حتى في الدول الغربية، وخاصة بين المنظمات اليمينية المتطرفة والمنظمات المتعصبة، لا يزال من المهم ملاحظة أن الدعم لإسرائيل موجود في مكان غير متوقع، ويمكن حتى توسيعه مع اليمين. وكما خمن المؤرخون العسكريون في الشرق الأوسط على الأرجح، فأنا أشير إلى طائفة إسلامية غامضة مؤيدة أقوى بكثير للتطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى من الأحزاب السياسية العلمانية والقومية والليبرالية، وهي المدرسة الفكرية المعروفة باسم المدخلية. ويقول الكاتب اليهودي: وبقدر ما يعلم أي خبير فإن التهديد المتمثل في الإرهاب متجذر بشكل أساسي وغير قابل للانفصال في الإسلام السياسي، وخاصة في التيارات الجهادية مثل تلك التي يدعو إليها داعش وتنظيم القاعدة وطالبان وحماس والجهاد الإسلامي والحوثيون وما إلى ذلك. وكل هذه الجماعات تتأثر بشكل أو بآخر بمنهجية الإخوان المسلمين ومبادئهم وقيمهم. هذا النقل بالنص وبالحرف من ترجمة المقال دون حذف أي مقطع منه. كمل معايا واسمع رضا اليهود عن المداخلة، بل تقدر تقول حب اليهود للمداخلة. يقول الكاتب: ومع ذلك فإن الطائفة المدخلية تشكل ثقلا موازنا لهذه الجماعات وتساعد في تأمين المصالح والمثل الديمقراطية العلمانية الغربية فضلا عن أمن إسرائيل. يعني المفكر اليهودي بيقول للشعب اليهودي محتل القدس والأقصى وقاتل الأطفال ومغتصب النساء أن التيار المدخلي يشكل ثقلا موازنا للجماعات الإسلامية المعادية لهم. وطبعا يوجد خبث في كتابة المقال من اليهودي، حيث وضع حماس مع داعش في نفس الكفة، ولو كانت داعش معادية للكيان الصهيوني لوجدناهم اليوم في غزة يقاتلون مع المقاومة ضد العدو الواضح. ولكن أين داعش اليوم وأين ضجيجهم؟ الكيان المحتل يؤمن هجمات داعش في العالم كله، ونظن متأكد أنهم لن يفعلوا شيئا يغضبهم. الكاتب اليهودي هنا يرى أن المداخلة يشكلون حائط صد مع الكيان المحتل ضد المقاومة في فلسطين. هل سمعتم يا كرام رضا عن المداخلة مثل هذا من قبل؟ ثم يعتبر الكاتب أن وجود المداخلة يشكل عنصر في تأمين وجود واستمرار الكيان الصهيوني في فلسطين، ويعتبر أن فكرهم ومنهجهم يخدم المصالح العلمانية الغربية. يعني المداخلة يدعمون الأفكار العلمانية الغربية التي هي ضد الإسلام جملة وتفصيلا، وسيبك من الجعجعة بتاعتهم. وطبعا جملة يا أبا عبيدة جاهد بالسنن ليست عنكم ببعيد، أنا بنقل لكم المكتوب فقط وبحاول تبسيطه بكل أمانة، والحكم لكل ذي عقل بما يسمع ويرى. فهل بقي لهؤلاء القوم مكان في عقل وقلب شعوب الأمة بعدما سمعتم مدح وحب العدو لهم؟ احكم انت بنفسك وقلبك وعقلك، ومش هقول لك رأيي أنا، بس بكشف لك حقيقة ما غاب ربما عن بعضكم. ويضيف الكاتب اليهودي ميزة أخرى للمداخلة تخدم العدو الصهيوني المحتل والمغتصب للمقدسات والأرض والعرض، ألا وهي يعتبر الكاتب أن المداخلة يقولون بجواز تطبيع العلاقات بين الحكومات العربية والكيان المحتل، وأنها لا تؤمن بمقاطعة البضائع والخدمات الصهيونية.
ويختم الكاتب مقاله بالفقرة التالية والتي يقول فيها: في التحليل النهائي عندما نراجع جميع الأدلة بشكل موضوعي يصبح من الثابت أن المدخلية هي تيار الفكر الإسلامي الأكثر ملائمة للأهداف والغايات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية لإسرائيل، وليس لدى هذه المجموعة أي مشاكل مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما ليس لديها أي مشاكل مع الدول العربية التي تبيع وتشتري مع إسرائيل، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وتأمين مصالحها في جميع أنحاء العالم الإسلامي وحتى خارجه. ومن المثير للصدمة أنه يروج علنا لفكرة إخراج جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، كما أنه يضفي الشرعية على سلطة إسرائيل الحديثة وسلطتها على جميع الأراضي التي تعتبر أراضي فلسطينية من قبل التيار الإشكالي سياسيا من نوع الإخوان المسلمين. انتهى أهم ما جاء في كلام الكاتب الصهيوني إلى هذا الحد. وطبعا لو كنا بنتكلم في الحلقة دي عن امرأة بغي تمارس الفاحشة، فمش محتاجين نوصف لكم تصرفاتها وحركاتها وكلماتها، ويكفي إنها معلومة لكل صاحب شهوة منحرفة ومحرمة، فهم كالمومسات البائع أجسادهن لأصحاب الهوى والرذيلة، ولا أرذل وأحقر من الكيان المحتل ليشتري بماله هؤلاء المومسات. والبغايا معروف لدى الجميع طبيعة عملهم، فماذا سنشرح ونقول عن بغي تمارس الفاحشة؟ لا يصح أن نقول شيء لأن الكلام حرام وعيب ولا يليق. كذلك المدخلية أتباع ربيع المدخلي صاحب 90 عاما، لن نحتاج أن نقول لكم من هم وما هي حقيقتهم بعد أن كشفنا لكم حالة الحب بينهم وبين الصهاينة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم وليسوا والله منا. كف الله شرهم وأخرس لسانهم وأعمى أبصارهم وأراح العباد والبلاد من شرورهم. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.